تي لبقة حابز تي دشة زربل تريبوش خنو جي شخش عبد الهادي أدغتش تخين يجن ديس تقيتشتش شقي دقمة قوابة شخم الله أقوش زكاة يصجته بلن. أعزائي الطلاب، لدينا الآن درس جديد، هو هذا الدرس تكملة للدرس السابق. الكلمة الأولى في هذا الدرس كو وقوة. كو وقوة. الكاف مع الهمزة إذا لحق أحد الواوين، الواو المضمومة أو المفتوحة، بصير بلتفظ كو ما قوة مش كو. بقية الحروف بسمي تش. على اليسار ما قوة يذهب. ما ضمير الشخص الثالث المفرد في الزمن الحاضر، ما قوة يذهب أو يذهب. شاقوة صياد. ما قوخ يذهبون. جمع ما قوخ. الخي هنا أداة جمع للأسماء وللأفعال أيضا. ما قوخ يذهبون. ما قوخ. زدقوخ. نحن من باللغة هنا شوية في نغلط شوي. شو منقول نحن؟ زداقوخ. لا، ما في دا بالسوابق عندنا باللغة الشركسية في الدا. زدقوخ. إذن منقول زدقوخ، ما منقول زداقوخ. زدقوخ زد معا جمعا، قوخ يذهبون. إذن يذهبون معا معنات الكلام. نرجع لنص الدرس. تشق كبزيش ساوسرق نسكور كن آو مزما قوخ. تشق طبعا اسم علم، اسم شاب. كبزيش كمان اسم علم، اسم ولد. ساوسرق كمان اسم علم. نسكور كمان اسم علم. كن اسم بنت. آو معا. مر معنا في درس سابق. آو معا سوية. مزم ما قوخ. مزم المز معناته غابة، أما مزم بصير الغابة أو إلى الغابة، بصير هون اسم مجرور. مزم اسم مجرور. ما قوك إلى الغابة. ما قوك يذهبون. الأم اللي لاحق بالمزم بيجي معناته اسم مجرور، بيجي معناته كمان اسم مفعول به. مزم ما قوخ. إذا منعيد من أول. تشق كبزيش ساوسرق نسكور كن آو مزم ما قوخ يذهبون إلى الغابة. تشق بسنجة ما قوه. تشق اسم علم. بسنجة خفيف. بسنجة سريع خفيف. بصير خفيف بصير سريع. بسنجة هون الواو بيعطي سريعا وبسرعة. بسنجة ما قوه يمشي بسرعة، يذهب بسرعة. إذن تشقوة بسنجة ما قوه. تشقوة يعني بيمشي بسرعة.
أشمزي، أشمز طبعا كمان اسم علم. أشمزي قر، أشمزي قر. أشمز اسم علم، الياء بزي معناته أيضا. أشمز أيضا قر، قر سريع المشي كعادة، يعني من عادته أن يكون سريع بالمشي، أو بيقولوا رهوان، رهوان بيمشي بسرعة. قر إذن أشمزي قر، أشمز أيضا يمشي بسرعة. نسكور كنر ماجو ماقوخ. نسكور وكن، شاف الإر لحق بالاسمين بالمعطوف المعطوف عليه. ماجأ 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 قليل، ماجأ قليل. وماجأ بيجي معناته ببطء كمان، بطيء. ماجأ ماقوخ يسيرون ببطء، أو ماجأ ماقوخ يعني يسيرون سيرا بطيئا. ماقوخ يذهبون ببطء. نسكور كنر ماجأ ماقوخ. إذن الاسم العلم نسكور وكن يمشون ببطء. مشكو، مشكو قاشفنو عار آخر مزم زجاق وخرر. مشك، مشك ثمر البلوط مر معنا. قاشفن، قاشفن شبن معناته التقاط، التقاط. قاشفنو ليلتقطوا، نو قاشفنو عار ليلتقطوا ثمار البلوط. هؤلاء يذهبون إلى الغابة. سبب ذهابهم إلى الغابة مشان يلتقطوا ثمار البلوط. إذن من نقرأ كلمة كلمة، من نترجم كلمة كلمة، بعدين نترجم الجملة. مشكو بلوط قاشفنو ليلتقطوا عار قاشفنو زار عار ذلك آخر مزم زج آخر آخر. هؤلاء إلى الغابة، سبب ذهابهم إلى الغابة. إذن سبب ذهابهم إلى الغابة ليلتقطوا ثمار البلوط، ليلتقطوا ثمار البلوط. تاتي، تاتي نارتي مزم ماقوخ. تات الأب والياء بصير هون أيضا. نارتي هي كمان أيضا. و مزم ماقوخ يذهبون إلى الغابة. مزم ماقوخ يذهبون إلى الغابة. آخر شاقوة ماقوخ. هؤلاء يعني الأخيرين اثنين شاقوة ماقوخ ذاهبين للصيد. شاقوة صيد، ماقوخ يذهبون للصيد، يذهبون للصيد. أيوة. خطا مزم قرر هون تحت. خطا مزم قرر، خطا مزم قرر. خط من، خطا من الذي، من خطا مزم قرر. مين اللي عم رايح على الغابة؟ طبعا اللي رايح على الغابة كل الأسماء اللي ذكروهم راحوا على الغابة. سدا آخر مزم زجاق وخرر. سدا لماذا هؤلاء يذهبون إلى الغابة؟ زجاق وخرر لسبب ذهابهم إلى الغابة. هناك قسمين، ناس رايحين للغابة مشان يلتقطوا ثمار البلوط، والزلمة وابنه رايحين على الغابة مشان لأنه صيادين مشان يصطادوا. إذن منعيد الدرس من الأول، أرجو الانتباه. نحن منحاول بالجملة نفسر الجملة كلمة كلمة، بعدين نعطي التفسير ما يوافق اللغة العربية.
طبعا كل لغة إلى ميزاتها، وإلى هذا بيقدم الموصوف على الصفة، وهذا بيقدم الفعل على الفاعل، وهذا بيقدم المفعول به على الفعل إلى آخره. كل لغة إلى ميزاتها. نحن منفسر الجملة كلمة كلمة، بعضين بنعطيها ما التفسير الذي يناسب اللغة العربية الفصحى. طبعا مزم معك، مزم إلى الغابة يذهبون أو ذاهبون. على اليسار كو كو كوا كو كوا. قلنا سابقا أن حرف الكاف مع الهمزة بصير ش، بصير كوا، بصير ك كمان ك. الك لما بيجي قدامه شين، الكه لما بيجي قدامه أحد الواوين، وبقية الحروف بيكون ش، بيكون بقية الحروف بيكون ش. طبعا المعاني بيختلف هنا وهنا. ماكوه، ماكوه يذهب، فعل مضارع. ماكوه يذهب، يذهب. الماء بدال الياء باللغة العربية يذهب، بنقول ذهب يذهب، الياء بدل على فعل مضارع. هون كمان الماء نفس الياء بالفعل المضارع. شاكوة صياد، شاكوة صياد. شن، شن صيد، شن صيد. شاكوة صياد. تقاشى كمان صياد، تقاشى كمان صياد. أو هون جاي شاكوة صياد. ماكوخ، ماكوخ صاروا هون شو صار؟ صار جمع. ليش؟ لأنه في آخره حرف الخاء أداة جمع الأسماء والأفعال. ماكوخ يذهبون، يذهبون بدال الواو والنون في جمع اللغة العربية يذهبون. زدكوخ، زاد، زاد بيناتهم في فاصل، بس الفاصل لتسهيل اللفظ، ولا أي ما له أي شيء باللغة مشان يسهل اللفظ عليكم. مقاطع عم بيقطعوا الكلام مقاطع مقاطع مشان تسهيل اللفظ والدراسة بالنسبة لكم. زدك أخ، زدك أخ، زاد، زاد سابقة هاي كو، جذر الكلمة كو. الأخ جمع بيجي لاحقة بآخر الكلمة. زدك أخ يذهبون معا، يذهبون معا. تشق اسم علم. كبزاش كمان اسم علم. سعوسرق. نسكور كن آو مزم معك أخ. هالأسماء الخمسة تشق، كبزاش، سعوسرق، نسكور، كن، هاو، معا، جمعا أو معا. مزم معك أخ. ذاهبين إلى الغابة. مزم معك أخ، مزم معك أخ. تشق بسنجو معك. تشق، تشق بسنجو سريعا. بسنجو سريع او خفيف. بسنجو هون جاي بما انه عم بيمشي بنقول، ما بنقول عم بيمشي خفيف، بنقول عم بيمشي سريعا. بسنجو ماكوا يمشي سريعا. تشق بسنجو ماكوا. تشق سريعا يمشي، او تشق يمشي بسرعة. ترجمتها بالعربية يمشي بسرعة. أشمزي قر. أشمز والياء هون صار ياء أيضا. أشمزي أيضا. قر، قر رهوان. يعني بطبيعته هو سريع المشي، يعني هاي طبيعة، ما أنه حالة خاصة، لا. يعني هاي الصفة تلازم الإنسان. أشمزي قر، قر رهوان أو يمشي بسرعة، يمشي بسرعة. نسكور كنر ماجو ماكوخ.
نسكور، نسكور، والر كمان معناته واو العطف، كنر كمان واو العطف. قلنا بيلحق الاسمين ورا بعضهم. ماجو بطيئا قليلا، ماكوخ يسيرون، ما بنقول يسيرون قليلا، يسيرون بطيئا. ماجو ماكوخ يسيرون ببطء. باللغة العربية بنقول يسيرون ببطء. مشكو قاشفنو هار آخر مزم زجاكو خرر. ليلتقطوا البلوط، هؤلاء يذهبون إلى الغابة. إذن يذهبون إلى الغابة ليلتقطوا ثمار البلوط. هذا معناته الترجمة الكاملة باللغة العربية. مشك قاشفنو هار لكي يلتقطوا ثمار البلوط، هؤلاء يذهبون إلى الغابة. زجاج وقرر أو سبب ذهابهم إلى الغابة. تاتي نارتي مزم ماكوخ. تاتي الأب وجا وراء الياء معناته أيضا. نارتي أيضا مزم ماكوخ إلى الغابة يذهبون أو ذاهبين إلى الغابة يذهبون ماكوخ مزم ماكوخ. تاتي نارتي الياء هون بيجي معناته أيضا أو واو أو واو العطف. تاتي نارتي مزم ماكوخ. الأب والنارت ذاهبين إلى الغابة. آخر شاقوة ماكوخ. هؤلاء يعني الأخيرين اثنين شاقوة ماكوخ ذاهبين للصيد. شاقوة صيد، ماكوخ يذهبون للصيد، يذهبون للصيد. ايوه. ختام مزم قرر. من الذي يذهب إلى الغابة؟ ختام مزم قرر. طبعا كلياتهم رايحين على الغابة. يعني الجواب زجري مزم ماكوخ. صداء آخر مزم زجاك وخرر. لماذا هؤلاء يذهبون إلى الغابة؟ ما سبب ذهابهم إلى الغابة؟ طبعا الخمسة الأوائل مشان يلتقطوا ثمار البلوط. أما الأب وابنه ذاهبين لأنهم صيادين. الآن ننتقل إلى درس الكلمات، كلمات الدرس وقواعد الدرس. أرجو الانتباه إلى كلمات الدرس. شاقوة لازم تكتبوا الكلمات أكيد، يعني أكيد هدول الكلمات ذخيرتكم في الكلام. لازم تجمعوا كلمات الدروس. عم بعطيك إياهم بدفتر صغير، عم بعطيكم إياهم بدفتر صغير مشان هدول بتراجعهم بصيروا عندكم كلمات شيء تحكوا فيه بالبيت. يعني شاقوة صياد. شاقوة صياد. شاقوة صياد. زاد سابقة أو اصطلاح يأتي قبل الأفعال أو يتصل بجذور الكلام، بجذور الأفعال، ليدل على حصول العمل جمعا معا سوية. زاد زداقوخ، زداقوخ، زداشخخ، زداسخ، زدجوخ، زداشخ إلى آخره. إذن زاد سابقة. طبعا درسنا القواعد اليوم كمان بيجي على السوابق وبعد اللواحق. السوابق في اللغة الشركسية إذا بتحفظوها بيسهل عليكم كتير 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 الحكي بالشركسي. زاد يدل على حصول العمل سوية، جماعة، يعني بشكل جماعي. زدقوخ
يذهبون معا، كوا ذهاب، الخي جمع، زدا يذهبون معا، يذهبون معا، زدا كوخ. بسنجة، 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 بسنجة خفيف سريع، خفيف للوزن وسريع أيضا للحركة. سنجة سريع للحركة، وكمان بسنجة بصير سريع لسلوك الإنسان. صف بسنجة شت يعني إنسان متسرع بالحكي. بسنجة. قر سريع المشي، قر للمسير فقط. قر رهوان، كان يقول أول سيش قر، يعني حصاني رهوان بيمشي بسرعة. سيشد قر يعني كمان حماري رهوان بيوصلني بسرعة. كان هذول يعني شغلات بفوتوا بالمديح. ماشى قليل، ماشى قليل، ماشى قليل، ماشى هون بطيء كمان بيجي قليل وبيجي بطيء. ماشى قليل، ماشى قليل. عكس ماشى ب أخذناه، ب كثير، ب كثير. ماشى هون قليل. الخي بآخر الكلام، حرف الخي بأو آخر الكلام لاحقة للجمع، لاحقة للجمع. مثلا ماجأ بصير ماجأخ، جالة بصير جالخ، بصاصة بصير بصاصخ. هون ماجأ قلنا قليل، حطينا بعده حرف الخي شو صار؟ قلال، قلة، قليلون. ماجأخ، ماجأخ. بيخر ماجأخ، الأعداء قلة، بيخر ماجأخ. شاقوة مر معنا شاقوة صياد، شاقوة صياد. لما حطينا حرف الخي صار صيادون، صيادون. شاقوخ صيادون، جمع صار جمع شاقوخ صيادون. شق، شق أرض، شق أرض. هن بالأساس ج أرض، ج أرض وج تحت، مشان يفصلوا بين الكلام هون وهون. وج بيجي معناته كثير أسفل قاع، بيجي مشان يفصلوا حطوا له هالجي والأو صار شق، 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 شق أرض، شق أرض، شق، شق أرض. إذا نرجع للكلمات ايوه شق، ايوه أرض، ايوه. بنرجع لكلمة الخي. الخي إذا لاحقة للجمع. ماقوخ قليلون قلة، شاقوخ صيادون، شق أرض. أما درس القواعد السوابق بالشركس السوابق برت خخر، برت خخر. طبعا كتابنا بيسموه هناك بريستافكر، معلش، ولكن نحن بنحبذ الاسم الشركس، بنقول برتخر، برتخر. هناك مصطلحات مؤلفة من حرف أو حرفين أو 3 حروف تسبق جذر الكلام، تسبق جذر الكلام، جذر الكلمة، فتحدد كيفية تنفيذ هذا الفعل أو تحديد اتجاه تنفيذه، وتسمى السوابق. السوابق مثلا تش ارقد، ولكن مع السوابق يصبح كما يلي: ما تش يركض، قاتش يركض باتجاهه، يتش يركض نحوه، داتش يركض معه، زداتش يركضون معا. إذن هالما والقا واليا والدا والزدا هدول كلياتهم سوابق يسبق الأفعال، جذور يسبق جذور الأفعال، ويحدد تنفيذ اتجاه تنفيذ الفعل وكيفية تنفيذه إلى آخره.
طبعا هناك سوابق كثيرة نأخذها في دروس سنأخذها تباعا في دروس لاحقة إن شاء الله. إذن هناك مصطلحات مؤلفة من حرف أو حرفين أو 3 حروف تسبق جذر الكلام، فتحدد كيفية تنفيذ هذا الفعل أو تحديد اتجاه تنفيذه، وتسمى السوابق. مثلا السوابق أو بريتخخر بيسموه أيضا بريستافكر، طبعا هي كلمة روسية. مثلا تش اركض، ولكن مع السوابق يصبح كما يلي: ما تش يركض، قا تش يركض باتجاهه، يا تش يركض نحوه، دا تش يركض معه، زدا تشخ يركضون معا. إذن ما تش، قا تش، يا تش، دا تش، زدا تش، هدول سوابق يسبقون الكلام، جذور الكلام. وهناك لواحق أيضا نأخذها في دروس قادمة يأتون بعد جذر الكلام. أعزائي الطلاب، إلى هنا ننتهي من درس هذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس، وأن تحفظوا السوابق، تأخذوا لمحة عن السوابق واللواحق. بكرة بدنا ندخل بهالموضوع بشكل واسع بالصفوف القادمة إن شاء الله. نشحب موجات تدست شتوخ شرحت قصوك وكزاج أجيب تشحمة ما فمين ما فش قصوك تحصي غبسوخ.